أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند تبني جبهة البوليساريو هجوما على ما وصفتها بقواعد العدو في قطاع أسمارة في الصحراء الغربية، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وفق نص بلاغ عسكري، وسط نفي وسائل إعلام مغربية وقوع أي خسائر، وتأكيدها في الجانب المقابل بأن الجيش الملكي المغربي رد باستهداف المهاجمين بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة ودمر مركبتهم. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الرباط الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور الصنايبي أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا حكيم، وتحية لك وإلى مشاهدين قناة فرونز 24. مرحبا بك، كل الترحيب، ورحب بضيفي في الجانب المقابل من جنيف سيد أوبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. سيد أوبي بشراي البشير أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. اهلا ومساء الخير استاذ حكيم ولكل مشاهدي قناه فرونز 24. مرحبا بكم، كل الترحيب. ابدا معك دكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه. ما طبيعه ما حدث اولا في محيط اسماره الجمعه، وما تعليقك على هذا الهجوم الذي تبنته جبهه البوليساريو؟ شكرا حكيم. أعتقد هناك مبدأ عند التنظيمات المتطرفة بشكل عام يقول لك بأنه إذا لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، ويقول لك من افتقدوا إلى الحجة دائما ما يلجؤون إلى الرصاص. وأنت تعلم أنه في زمن السوشيال ميديا وفي زمن المعلومة الفورية فمن الصعب إخفاء مجموعة من الحقائق، والأكيد أن هذه الاستهدافات التي قامت بها الجبهة الانفصالية فهي يعني سقطت في مناطق مفتوحة ولم تستهدف أي قاعدة عسكرية للجيش الملكي المغربي، وبالتالي هي تم الاستهداف من خلال صواريخ ديال آراش التي يعتقد بأنها صواريخ إيرانية الصنع، وبالتالي يعني لم تكن هناك أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. وبطبيعة الحال هذه ليست أول مرة يتم استهداف فيها المدنيين، فلجبهة البوليساريو الانفصالية تاريخ كبير في استهداف المدنيين، فقد سبق أن تم استهداف مدينة سمارة واستهداف فم الحسن واستهداف أقا واستهداف مدينة طنطان، وكذلك سبق لجبهة البوليساريو الانفصالية أن قامت حتى ب 34 عملية قرصنة بحرية ما بين سنة 1979 و 1981، وسبق لها أن اختطفت أزيد من 36 رهينة إسبانيا، وسبق لها أن قامت حتى تنظيم القاعدة بالتنسيق مع العناصر الانفصالية باختطاف متعاونين إسبانيين ومتعاونة إيطالية من قلب مخيم الرابوني، وتم اختطافهم واقتيادهم إلى مالي، ولم يفرج عليهم إلا بفدية بعد 9 أشهر من اعتقالهم في الصومال. وبالتالي هذه ممارسة عادية لتنظيم فقد جميع أوراقه ويرى بأنه هذا الملف في طريقه نحو الطي النهائي، وبالتالي محاولة لتسجيل موقف ليس إلا. طيب، نفس الشيء معك من جنيف السيد أوبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. أبدأ معك بحيثيات ما أقدمت عليه جبهة البوليساريو في منطقة أسمارة والغاية منه، وهل نحن أمام إعلان حرب ومحاولة لجر المغرب إلى مواجهة عسكرية رغم اتفاق وقف إطلاق النار؟ شكرا. اولا لابد من توضيح بانه البيان الصادر عن وزاره الدفاع الصحراويه يوم الجمعه اشار الى انه الجيش الصحراوي في اطار العمليات يعني التقليديه التي يقوم بها منذ انهيار وقف اطلاق النار. بالمناسبه لم يعد هناك وقف اطلاق النار في الصحراء الغربيه منذ 13 نوفمبر سنه 2020، انه جرت مهاجمه يعني قواعد عسكريه مغربيه في قطاع السماره، وقطاع السماره قطاع واسع جدا، وبالتالي المقذوف الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام المغربية يعني لم تتبنى جبهة البوليساريو بشكل مباشر ما تم الحديث عنه فيما يتعلق بهذا المقذوف تحديدا، مع يعني عدم استبعاد بأنه بالتأكيد يعني منطقة حرب، ويعني الدقة في
في توجيه الضربات تجاه اهداف محدده ربما يعني تخرج عن السيطره، ولكن السيطره التي يعني الجيش الصحراوي لديه قواعد واضحه فيما يخص التعامل بتجنب اي استهداف للمدنيين، وهذا خط احمر وواضح بالنسبه للجيش الصحراوي فيما يخص قواعد التشابك مع العدو. وعلى كل حال يعني وكما يعني نريد الاشاره والتاكيد بانه اذا كان هناك من طرف من فعلا يجب أن يخجل من الحديث عن موضوع استهداف المدنيين هو المملكة المغربية والقوات المغربية التي يعني تستخدم وبشكل ممنهج الطيران المسير منذ نوفمبر 2020 الآن في قتل المدنيين الصحراويين والمدنيين الموريتانيين والمدنيين الجزائريين العابرين من منطقة الصحراء الغربية المحررة، بحيث أن النتيجة هذا ليس كلام جبهة البوليساريو، هذا نتائج المنظمات يعني بحث المنظمات الحقوقية الدولية. الرقم الآن يتجاوز أكثر من 300 شخص من مدنيين يعني يمارسون أنشطة تجارية واقتصادية، منقبين عن ذهب، عابرين للمنطقة في شاحنات تجارية، وبالتالي بأن المغرب لا يمكن على الإطلاق بأنه يعني يوجه اللوم إذا أنه هو من يستهدف المدنيين وليست جبهة البوليساريو على الإطلاق. طيب، اللوم يقع على المغرب يقول ضيفي دكتور عبد الحق صنايبي، لك أن ترد على ما ذهب إليه. ثم وددت أن أفهم معك أيضا كيف نفسر ما وصف بأنه صمت رسمي مغربي إزاء ما وصفت بأنها هجمات البوليساريو على أسمارة. الموقف الرسمي الوحيد المسجل هو لقائد الأغلبية الحكومية حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استنكر وأدان بشدة هذا الهجوم. تفضل. هو في الحقيقة هي مجموعة من المغالطات حاول تمريرها ضيفكم من جانب بطبيعة الحال. وسبق لتنظيم البوليساريو الانفصالي أن هاجم مدينة السمارة المجاهدة وتم استشهاد مواطن يعني مغربي هو من مغاربة المقيمين في الخارج، ولكن في أثناء زيارته لمدينة السمارة استشهد يعني جراء قصف لهذه الجبهة الانفصالية بطبيعة الحال. ولا يحق لهذا التنظيم التحديث على يعني اختراق لوقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار أثبتت الأمم المتحدة وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة بأن المغرب دائما ما يحترم هذا القرار، وأثبت بأن من أفشل هذا الاتفاق أو من يخرقه هي جبهة البوليساريو الانفصالية، وخاصة الفصل الأول منه وكذلك يعني الفقرة 13 و14 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يمنع في المنطقة العازلة تحرك أي آليات عسكرية أو عناصر عسكرية في هذه المنطقة العازلة. أما في المنطقة الأخرى فيتم التحرك بتنسيق مع المينورسو بطبيعة الحال. أما هذا الكلام فأنا أعتقد بأنه أن دائما المغرب لم يسبق له أن هاجم إلا في إطار تحركات عسكرية في إطار ما يسمى بحق الدفاع الشرعي، وكما الدفاع الشرعي وكما تعلم أخي حكيم بأن الدفاع الشرعي يقتضي توفر شرطين أساسيين، هو لانستونتانيتي لا بروبورسيوناليتي، يعني اللحظية والتناسبية. وبالتالي متى ما كانت محاولة أو استهداف للأراضي المغربية يتم الرد من خلال الجيش الملكي في إطار ما يسمى حتى في القوانين الدولية بحق المتابعة اللي هو الدروا بورسويت، وهذا ما يقوم به الجيش الملكي. ولم يسجل في يوم من الأيام أن المغرب قام بالمبادئة في هذا الهجوم. وأنت تعلم حكيم بأنه يعتمد على المقاربة الدبلوماسية التي أثبتت فاعليتها، ولعل آخرها أن 3 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا يعترفون بمغربية الصحراء، وبالتالي بعد اعتراف هذه الدول أصبح حلم تأسيس جبهة أو دولة أو كيان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يعني دونه خرط القتاد ومن سابع المستحيلات. ولذلك جبهة البوليساريو ترقص رقصة الديك المذبوح. وأعتقد بأنه السيرورة التاريخية لهذه الحركة قلت لك بأنها قامت بهجمات على السمارة، على طنطان، على فم الحسن، هاجمت مدنيين، قامت بالقرصنة البحرية في المياه الدولية، وقامت باعتقال يعني 36 بحار إسباني، وقامت ب 34 هجوم في إطار لابيراتري ماريتيم. وحتى أنه في سنة 1900
يعني فاوضت إسبانيا على 4 شروط في مقابل إرجاع الرهائن، لأن كانت تفاوضهم كما يفاوض التنظيمات الإرهابية، وقالت لهم أن تعتبروا البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد، وأن تفتحوا لنا مكاتب في إسبانيا، وأن تمنحوا لنا منح الطلبة الصحراويين، وتبني برنامج عطل في سلام، وهو ما وافقت عليه مضطرة إسبانيا بطبيعة الحال. إذا نحن أمام تنظيم لا ينتج إلا الفوضى، لا ينتج إلا القلاقل، لا ينتج إلا الإرهاب، وهذا ما دفع يعني أعضاء في الكونغرس الأمريكي سنأتي على هذا الأمر. سنأتي على هذا الأمر خلال لحظات، ولكن لو سمحت لماذا هذا الصمت الرسمي المغربي؟ لا تنسى حكيم، لو سمحت حتى نفهم دلالات الأمر. لا تنسى حكيم. لا، وهي شوف، هي مقذوفات. شوف، الصواريخ الجراد او الصواريخ الاراش هي تعتبر بمثابه الصواريخ الغبيه او الصواريخ العمياء، وبالتالي تم استهداف يعني مناطق مفتوحه. وانا اكيد ان المغرب لا يرد، وانما يتعامل وفق يعني القنوات الرسميه، واكيد ستتم مراسلات الامين العام للتبليغ. سناتي لاحقا على دور الاطروحه المغربيه في اعتبار البوليزاريو بان التنظيم الارهابي. سناتي على ما ذهبت اليه وحديثك عن السيناتور الجمهوري جو ويلسون خلال لحظات، ولكن بدأت أن أستطلع رأي ضيفي بشأن ما ذهبت إليه حين تحدثت أنت الدكتور عبد الحق الصنايبي عن ما وصفته برقصة الديك المذبوح. في هذا السياق سيد أبي بشراي البشير، حزب التجمع الوطني للأحرار قائد الأغلبية الحكومية، وصف الاعتداء على أسمارة هكذا وصفه بالعمل الإرهابي. يرى أنه يعكس ما قال إنها حالة اليأس التي بلغتها الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو نتيجة النجاحات التاريخية المتتالية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك في تدبير ملف الصحراء المغربية وفق تعبيره. ما ردك على ذلك وعلى ما ذهب إليه ضيفي لو سمحت قبل الحديث عن السيناتور جو ويلسون؟ اولا يعني دعني يعني اؤكد بانه يعني ما لم يجب عليه الضيف المغربي فيما يتعلق بالصمت الرسمي للحكومه المغربيه. في الحقيقه الصمت الرسمي هو يعني متلازم بالنسبه للموقف الرسمي المغربي منذ بدايه النزاع الى الان. لقد تم انكار حتى وجود البوليساريو، وكانت توصف بانها مجموعه من الفيتناميين والكوبيين، وتم رفض التسليم حتى بالحرب في الصحراء الغربيه السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. والملك المغربي انذاك رفض استقبال الدفعة الأولى من الأسرى الذين بادرت الجبهة البوليساريو لإطلاق سراحهم، وأنكر وجودهم قبل أن يجد نفسه والمغرب من ورائهم مضطرا إلى توقيع وقف إطلاق النار والتوقيع أيضا على استلام أكثر من 4000 أسير حرب مغربي. ولكن يعني إطار النزاع في الصحراء الغربية والمواجهات العسكرية الجارية الآن والتي جرت ما قبل توقيع على وقف إطلاق النار سنة 91، هذه يؤطرها الإطار القانوني للنزاع في الصحراء الغربية، على اعتبار بأنه نزاع تصفية استعمار، حالة احتلال عسكري للصحراء الغربية، إقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار. هناك حركة تحرير وطنية جبهة البوليساريو يعترف بها القانون، تعترف بها الأمم المتحدة، يعترف بها حتى المغرب، ويجلس معها في المفاوضات، ووقع معها اتفاق التسوية سنة 1991، ويجلس إلى جانب الجمهورية الصحراوية الآن في الاتحاد الافريقي. وفي اطار هذا القانون الدولي جبهه البوليساريو كحركه تحرير وطنيه يضمن لها حق الدفاع عن النفس. وما حدث في اجتياح المغرب سنه 1975 للصحراء الغربيه، البوليساريو كافحت من باب الحق على الدفاع عن النفس. وما حدث نوفمبر سنه 2020 حدث من باب الدفاع عن النفس وفي اطار قانوني وشرعي دولي. الضيف الكريم يعني يقول وطالما قال المغاربه منذ السبعينات والى الان بان البوليساريو يعني رقصة الديك المذبوح، ولا نعرف هذا الديك لماذا يعني كان ما زالت لديه هذه الطاقة منذ بداية النزاع إلى الآن، ولماذا ما زال يكافح ويقود نضال الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي. الضيف مرر مجموعة من المغالطات التي يعني يجب التوقف عندها. موضوع اعتراف، يقول مثلا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، مغالطة. بريطانيا لم تعترف بالمغرب بالصحراء الغربية. والحقيقة ما حدث في الموقف البريطاني هو ما عبرت عنه الحكومة البريطانية قبل 4 أيام من خلال رفضها الدخول في شراكة مع المغرب في توريد الطاقة البديلة من الصحراء الغربية. والمملكة المتحدة رفضت الاعتراف المغرب بالسيادة، رفض ايضا اعتبار الحكم الذاتي كقاعده وحيده لحل النزاع في الصحراء الغربيه. والمملكه المتحده اشارت لاكثر من مره في البيان المشترك مع المملكه المغربيه الى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ماكرون، نعرف ما هي لعبه ماكرون،
وماكرون بالمناسبة حتى مجلس الدولة الفرنسي سفه اعترافه للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية في قراره الصادر نهاية يناير هذه السنة، عندما أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان متميزان ومنفصلان، ومن خلال إرغامه المولدين الاقتصاديين الفرنسيين على يعني إدراج رمز خاص للمنتوجات التي يتم استيرادها من الصحراء الغربية مخالف للمملكة المغربية. طيب سيد بشار البشير، حتى أكون منصفا مع ضيفي من حيث الوقت. طيب أستسمحك. لأنه فرنسا لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وذلك موقف شخصي بالنسبة لماكرون. فرنسا اعترفت رسميا بمغربية الصحراء الغربية على لسان رئيسها، وشاهدنا حتى الزيارات المتتالية ليس مجلس الدولة الفرنسي للحكومات. طيب، ولكن الجهاز التنفيذي هو الذي اعترف بذلك. سأجيبك ضيفي دكتور عبد الحق الصنايبي ربما عن هذه النقطة تحديدا ونقاط أخرى، ولكن أود أن نتقدم معكم لأن الوقت يداهمنا لنتحدث عن مساعي تصنيف البوليساريو أيضا كمنظمة إرهابية أجنبية. وسائل إعلام مغربية دكتور صنايبي ربطت بشكل وثيق بين تحركات جبهة البوليساريو وتقديم السيناتور الأمريكي جو ويلسون إلى جانب نائب ديمقراطي أيضا مشروع قانون في الكونغرس يهدف إلى تصنيف الجبهة تنظيما إرهابيا أجنبيا. هنا أود أن أسأل أي رابط بينهما؟ للتوضيح أستاذ أمين، بطبيعة الحال أن المغرب لم يوقع مع البوليساريو وقف إطلاق النار، وإنما وقعه مع الأمم المتحدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاعترافات تكون اعترافات دولة ولا تكون اعترافات أشخاص، ليس اعتراف شخص ديال إيمانويل ماكرون، وإنما الدولة الفرنسية التي يمتد عمرها لأزيد من 10 قرون من التواجد المادي والسياسي. كذلك هو اعتراف ديال الدولة البريطانية، المملكة البريطانية التي تربطها مع المغرب العلاقة أزيد من 8 القرون ديال العلاقات، والتي اعتبرت بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي المقاربة الوحيدة والحل الوحيد لحل حالة النزاع. وحينما تعتبرها بأن الحل الوحيد يعني الحل الوحيد الممكن، وبالتالي فهي تعتبر بأن الصحراء المغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. الأستاذ بشراي البشير، لم أقاطعك لم أقول لك القاعدة الوحيدة للصراع، وبالتالي لم أقاطعك. أكبر إفلاس للأطروحة الانفصالية هو أن يأتي واحد لا علاقة له بالصحراء الغربية لا من قريب ومن بعيد. بشراي البشير هو موريتاني. لا تحدثني. لا دكتور صنايبي في مواجهة يا دكتور لا نستمع إليك، لأن موضوعي ليس السيد بشراي البشير. نعود على النقطة. يعني نترك الأشخاص. نمر على النقطة مثل ما أوفيك حقك واحترام له ولك ولكل شخص. طيب شوف أستاذ الكريم، سألتك حينما تحدث عن النائب جو ويلسون. تفضل نائب جو ويلسون. طبعا استرسل. شوف أستاذ حكيم، شوف، حينما نتحدث سأتي إلى جو ويلسون فقط في 30 ثانية. القرار الذي يقول لك بأنه تقرير المصير والذي يدندن عليه الأطروحة الانفصالية هو القرار 1514. القرار 1514 ديال 14 ديسمبر 1960 ينص يتحدث على الدول أو الشعوب التي لم تكن محتضنة في إطار دول قائمة، وليس الحال كما هو الحال بالنسبة للمغرب. ولذلك الفقرة السادسة تقول لك بأنه كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الترابية والسلام الإقليمية لأي بلد تكون يعني منافية لميثاق الأمم المتحدة بطبيعة الحال. هناك القرار اللي هو قرار مهم ديال القرار 1541 ديال الاندماج ديال 15 ديسمبر 1960، والذي يقول لك بأنه أن يكون الاندماج قد حصل نتيجة لرغبات سكان الإقليم الذين أعربوا عنها بحرية يصحبها إدراكهم التام بالتغيير في مركزهم وبالطريقة الديمقراطية المعروفة مطبقة بتجردهم مبنية على أساس اقتراع العام للبالغين. كذلك القرار 26/25 يقول لك الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير بطبيعة الحال. أما نعود إلى نقطتنا في 30 ثانية أخي الكريم، أنا قلت لك بأنه تنظيم القاعدة يعني احتجز رهائن أو متعاونين إسبانيين وإيطاليين من مخيم الرابوني وتم اقتيادهم إلى مالي وتم احتجازهم هناك. المسؤولين الماليين الرسميين في شهادة أنها نشرتها يعني جريدة ذاك ديال لوبينيون وكذلك مجموعة من الجرائد الذين قالوا بأن مجموعة من القيادات التي تنتمي
ينتمي الى حركه التوحيد والجهاد في غرب افريقيا ينتمون الى جماعه الى طيب حتى اكون منصفا لان الوقت انتهى تقريبا. وكذلك هجموا على نواكشوط، هجموا على المقيطي. القيادي زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى عندنا ابو الوليد الصحراوي كان ينتمي الى قياده ديال البوليزاريو، وبالتالي ترى الولايات المتحده الامريكيه بان المغرب كقاعده متقدمه لمواجهه التهديدات العسكريه والتهديدات الامنيه لابد وانه يتم يعني التعامل مع التنظيم كتنظيم ارهابي. البوليساريو، حتى اختم معك بشكل سريع سيد أبي بشراية البشير، ميليشيا ماركسية تدعمها إيران وحزب الله وروسيا، توفر لإيران موطأ قدم استراتيجي في إفريقيا، كما تزعزع استقرار المملكة المغربية الحليف للولايات المتحدة منذ 248 سنة. أنا ممتن لتقديم تشريع مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، هكذا كتب. يقول النائب جو ويلسون. ما الذي تقوله أنت في الختام باختصار شديد لو سمحت؟ انتهى الوقت. بالحقيقة مقاربة مثيرة للسخرية. عناصر المعادلة إيران وحزب الله دولة وحزب ديني من جهة، والبوليساريو حركة ماركسية لينينية شيوعية. لا أعرف كيف سيقوم التحالف. ولكن فيما يتعلق بالإرهاب هذه سردية يعني تقليدية، يعني جميع الدول الاستعمارية قد يعني تبنتها من أجل وصف حركات التحرر. نعرف كيف كانت تتعامل فرنسا مع الFLN في الجزائر، وكيف كان يتم التعامل مع الفيتناميين، ونعرف كيف كانت يتم التعامل مع مانديلا ومع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ومع حتى ياسر عرفات قبل أن يفوز بجائزة نوبل للسلام، أيضا نفس الموضوع مع مانديلا. جو ويلسون شخصية يعني إشكالية، يحمل أجندة اليمين المتطرف. وبالمناسبة أينما وجد اليمين المتطرف وجد المغرب، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان في أوروبا. ولا أحكي عن التحالفات والاتفاقيات التي وقعها في إطار اتفاقية أبراهام، يعني وبيع في الحقيقة كرامة الشعب المغربي في هذا الإطار. ولكن ما أود أنا طيب كرامة الشعب المغربي محفوظة. طيب حتى لا ما أود أن أؤكد عليه في هذا الإطار إنه جبهة البوليساريو حركة تحرير وطنية يعترف بها القانون الدولي، كذلك سجلها نظيف في هذا الإطار منذ بداية النزاع إلى الآن. وهي يعني أدارت حربها بكل هذه النظام. ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح على الضيف الكريم، السردية المغربية تقول على أنه غالبية الشعب الصحراوي في المدن المحتلة يعني متمسكون ومغاربة، وبأنه فقط أقلية في يد البوليساريو. إذا كان الموضوع لماذا يتم تجاوز الاستفتاء؟ حتى موضوع أشكركم جزيل الشكر. يجب أن لا يجب أن يكون مطروح. حقيقة انتهى الوقت، وأنا أشكركم جزيل الشكر. أشكركم جزيل الشكر. أشكركم جزيل الشكر من الرباط دكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية على تلبية هذه الدعوة. كل الشكر جزيل لك أيضا من جنيف السيد أبي بشراية البشير ممثل جبهة البوليساريو لسويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه.